مشمش كان بيحب أبوه جدا، بس للأسف أبوه ما كانش بيحب حد زي أخته الصغيرة. وكان مشمش بيلعب بالألعاب بتاعته، والأب جه خدهم وراح يلعب بيها مع بنته الصغيرة. ومشمش كان بيبقى حزين جدا وبيقعد يعيط كتير، وكان بيحس إنه بيحب أخته وما بيحبهوش، وكان بيخليه ينام على الأرض مش جنبهم. ومشمش من كتر الحزن خرج بره البيت، وقابل ذنب شرير وقال له: حط دي لأختك في الأكل عشان تبقى أنت لوحدك اللي موجود. ومشمش سمع كلام الراجل الوحش، وكان بيحاول يأكل أخته وهي كانت صغيرة خالص، وقعد تراجع اللي خدته وخدتها وجريت بيها على المستشفى على طول. والأب عرف كل اللي حصل، وعرف إن السبب في كل ده التركيبة اللي حطها لها في الببرونة. ويا وقعتك السودة يا مشمش. والشرطة جت وقبضت عليه عشان يتعلم ما يسمعش كلام الناس الأشرار.